الفيديو ده انا عاملاه النهارده للناس اللي خايفه وحقها تبقى خايفه، واللي راحت مليون الف حته علشان تحاول تخس ومشيت ورا مليون الف نظام ودفعت دم قلبها وحست ان هي ما وصلتش للنتيجه اللي هي عايزاها. انا بعمل الفيلم ده النهارده للناس دي، فانا عندي حاجات كتير عايزه اقولها لكم واشارككم فيها. انا فاهمه خوفك، لان انا في مشكلتي مع معدتي انا صرفت فلوس عليها كاني ممكن اشتري بيها النهارده فيلا حلوه في الجونه، فانا فاهمه اللي انتوا بتتكلموا فيه. ولكن حتى لو انا ما حلتش قصه معدتي، انا حليت صحتي عن طريق اهتمامي بمعدتي، وفهمت حاجات كتيره قوي عن نفسي بسبب مشكله معدتي. اللي انا عايزه اقوله لكم ايه؟ انه هتخسي ولا مش هتخسي بسبب الورشه؟ طبعا لا، انا مش عامله الورشه عشان تخسي، انا عامله الورشه عشان تفهمي دور التخن في حياتك ايه. هديكي امثله. في واحده ست اكتشفت بعد ما عملت 3 عمليات ربط معده ان هي مش بتخس وكل اصحابها بيخسوا، فهي بتشتغل معايا لقيت ان اللي بيحصل لها ان هي امها ماتت بسبب التخن، فهي من حبها لامها قررت هي كمان في عقلها الباطن ان هي تعمل نفس الحاجه. لما هي فهمت ده ووعيت على ده قالت يا ماما انا عايزه احبك لكن انا مش عايزه اموت تخينه. فاكتشفت ليه هي ما بتخسش. هي راحت عملت 3 عمليات. وليه ما بتخسش؟ عشان هما التانيين بيطلعوا من عند الدكتور يعملوا اللي الدكتور بيقول عليه، يعملوا نظام الرجيم والاكل اللي بيقول الدكتور عليه، اسبوع وشهر ومش عارفه ايه وبتاع، ليهم نظام كده لازم يمشوا عليه. هي كانت تطلع وتاكل بعديها ب5 ايام كانها ما عملتش عمليه، والدكتور يقول انت مجنونه انت ممكن تموتي. ففي كميه عند ولخبطه جوانا، هو ده اللي انا بتكلم عليه. ده هيوصلكم للخسسان؟ انا معرفش ولا عمري هاخد مسؤولية ده في حياتي. ليه؟ لأنه العقل الباطن بتاعنا بيشتغل بطرق غريبة. أنا عايزة أساعدكم إنكم توعوا على القصة اللي جسمك بيقولك عليها هي إيه، وده هيوصلك لحاجة كويسة في حياتك. لما ده تبتدي تحليه يمكن تقدري يكون مثلا عندك عند ما بتسمعيش كلام معين ما بتعمليهوش. كل واحد دماغه ماشيه بطريقه معينه، وفي حاجات بتعملوها وفي حاجات ما بتعملوهاش، وفيها مشاكل انتوا ما انتوش داريانين بيها هتطرح عليكم لما تاخدوا بالكم من اللي بيحصل. فانا غرضي انكم تبتدوا تفهموا العلاقه اللي بينكم وبين جسمكم او بينكم وبين التخن عامله ازاي، او بسبب التخن مبوظالكم ايه في حياتكم، او بسبب التخن بتدفعوا ثمن ايه ما انتوش قادرين عليه فمحصورين فضغطكم عالي. انا بشتغل في الوعي مش في الرجيم، فده مهم تفهموه وتقدروه. فاللي مش عنده تقدير لده الورشه دي ما تنفعوش. اللي جاي علشان عايز يخس مش هو ده الهدف. الهدف انك توعي علاقتك بجسمك عامله ازاي، بتتخانقي مع جسمك ازاي، الثمن اللي بتدفعيه بسبب تخنك عامل ازاي، استعدادك انك انت تغيري عاداتك وتقاليدك اللي ليها دعوه بانك انت تخنتي ولا لا. لما تبتدي تردي على الاسئله دي بجد وتبقي صادقه مع نفسك وعقلك الباطن يشتغل مع عقلك اللاواعي، لما تعملي رجيم وتمشي وتلاقي الدكتور اللي يفهم تركيبه جسمك بهرموناتك بجهازك المناعي بجهازك العصبي بيشتغلوا ازاي مع بعض، ويلاقي لك الرجيم اللي ينفعك انت شخصيا، اكيد بعد كل ده لو انت عملتي كده هتخسي. ولكن المشوار كبير. المشوار مش انا اروح ادور وبس على حد يقول لي حاجه برنامج واشتريه واخلص. لا يا جماعه، انتوا فاهمين الموضوع غلط. القصه التانيه بقى اللي انا عايزه اقولها لك ايه، واحده ست قعدتها تتكلم مع جسمها، فاكتشفت ان العلاقه اللي بينها وبين جسمها هي الحرب اللي هي عاشتها طول عمرها بين ابوها وبين امها، وهي تاهه في النص. فتقولي طب انا دلوقتي اخس ازاي؟ حلي المشكله. انت علاقتك بجسمك كان ابوكي بيحارب امك وامك بتحارب ابوكي. دي حاجات انتوا ما انتوش واعيين بيها، فانت عايشه في حرب. عايزه ازاي تبتدي تعملي رجيم والحرب دي شغاله؟ دي تجيب النتيجه ازاي؟ فهموني. الرجيم هيجيب نتيجه ازاي؟ في دكاتره عملت عمليات لناس شالت لها دهون من جسمها، بعد 3-4 سنين الدهون رجعت تاني. ليه؟ المعلومات اللي موجوده في الخلايا ما اتغيرتش، فبعد ما تاثير العمليه بيروح ب3-4 سنين الخلايا بترجع تاني بالمعلومات اللي كانت فيها. لان الناس اللي بتدور على انها تشيل الدهن ده من غير لما تعمل المجهود انها تغير العادات اللي بنت الدهون، متخيله ان العمليه هتحل لها الحياه. حلتها 3-4 سنين ورجعت ريما لعادتها القديمه. فانا بحاول اوعيكم عشان تبطلوا تصرفوا فلوسكم على الفاضي. يا رب يكون الفيديو ده يسهل لكم ازاي تقدروا تبتدوا تتعاملوا مع الموضوع بوعي. لازم يكون عندك استعداد تتخلصي من العادات اللي عندك اللي بتخليكي تاكلي، الفراغ اللي جواكي، الحرب اللي انت مش داريانه بيها، الرفض اللي موجود لجسمك. كل الحاجات دي مهمه، مش الرجيم بس.